اتفرج كده معايا على الفيديو اللي هوريهولك ده. الزملكاوي الوحيد اللي قال كلمة الحق. انا بحب النوعية دي من مقدمين المحتوى، بقول كلمة الحق حتى لو على حساب فريقه. الحاجة الوحشة بقول عليها وحشة، والحاجة الحلوة بقول عليها حلوة. اسمع كده احمد ديدة قال ايه على تيشيرت نادي الزمالك الجديد. لا لا لا، وقف لي كده الهبل ده. هو ايه المنظر ده؟ لا، ما انا بقول لك احنا لو هنبتديها كده يبقى كل واحد يروح لحاله. يعني ده ولا منظر تيشيرت ولا شكل ولا قيمه نادي الزمالك ولا لون ولا اي حاجه. المفروض ان ده التيشيرت اللي هيلعب بيه بكره الزمالك. ليه بقى؟ ايه فكره التيشيرت؟ ليه اللون؟ ليه الشكل؟ ليه التصميم؟ انا مش عارف اي حاجه. وايه التيشيرت بتاع التدريب ده؟ يعني ايه علاقه الاخضر بالزمالك؟ مثلا لو الياقه حمراء، كمام من الطرف حمراء، اقول لك ماشي يعني. لكن ايه الاخضر؟ يعني معناه ايه؟ يعني ما يبقاش الاهلي متعاقد مع شركه اديداس، اقوى شركه ملابس رياضيه في العالم، انت تروح تتعاقد مع شركه زي ديت وكمان ما تعملكش لبس حلو. يعني اتمنى مجلس الاداره يكون عنده خلفيه عن اللي بيحصل دوت ويتكلم مع الشركه علشان نشوف حاجه. حابب اقول كلمتين قبل ما انهي الفيديو. ليه التقليد؟ جبت مصمم من الشارع وقلت له اعمل لي تصميم لتيشيرت نادي الزمالك، طلع لك تيشيرتات عظمه. اللي انتوا عاملينه ده اسمه عك والله يا جدعان. بس كده، يلا سلام.